السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي انتظار قرار وزارة الشؤون الدينية برؤية الهلال من عدمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وهنا ملاحظة: ليلة الشك من أحكامها أنه لا يشرع فيها صلاة التراويح، يعني لا يقوم فيها الناس الصلاة جماعة، ولكن من تعود على صلاة الليل مطلقا يمكن أن يصلي في بيته، ولكن لا ينويها تراويح رمضان. هذه نقطة في غاية الدقة. كذلك هنا مسألة: بعض الناس يقوم ليلة العيد، ليس في الشريعة ما يعرف بقيام ليلة العيد. شوفها عبادة، ولكن لما تكون على غير السنة تكون مرفوضة. واضح؟ فلأنها إحداث في الدين الله ما ليس منه. لكن من تعود أن يصلي بالليل ركعات حتى ليلة العيد يصلي، كما حديث: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، لمن خصها. أما من تعود أن يصلي أو يصوم فلا يشمله هذا الحكم. طيب، خلاصة لدروس أشراط الساعة. تكلمنا في عدة ليالي عن علامات الساعة الصغرى، وكانت علامات كثيرة ذكرناها بأدلتها ونصوصها وإسقاطاتها، ووصلنا إلى علامات الساعة الكبرى. وصلنا إلى نقطة رابطة بين العلامات الصغرى والكبرى، هي مسألة خروج المهدي محمد بن عبد الله، حتى أن بعض العلماء يعتبره من العلامات الكبرى. ولماذا لم يحشره الآخرون مع العلامات الكبرى؟ لأنه لم يذكر في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، ولكن الذين أدخلوه معها قال لك لارتباطه الوثيق بخروج الدجال وخروج عيسى أو نزول عيسى بن مريم. إذن علامات الساعة للمراجعة نقول هي خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج ثم يدعو عليهم عيسى بن مريم فيموتوا دفعة واحدة، ثم يدعو عليهم فتأخذهم الطيور إلى البحار، ثم تخرج الدابة. وكذلك الدخان ذكرناه مع الدجال، قلنا خلاف بين السلف هل الدخان مضى أو لم يمضي، أم أنهما دخانان، دخان في البداية ودخان في يوم القيامة. والخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والنار التي تخرج من حضرموت من جنوب الجزيرة العربية تطرد الناس إلى محشرهم بأرض الشام. وآخر ذلك طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها تكون قريبة لها مسألة خروج الدابة، كما جاء في الحديث أنه فأيهما ظهرت ضحى فالأخرى على إثرها. إذن هذه هي باش تعرف ما هي علامات الساعة الكبرى. والعلامة الصغرى حاول أن تتذكر منها ما ذكرنا منه، وكان كثيرا جدا، وهي في الحقيقة تتجاوز 100 علامة من علامة الساعة، وقد ظهر أكثرها. الآن، ما هو الموقف الشرعي من مسألة علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ يعني ما هي ثمرة دراسة 30 ليلة أو أكثر أو أقل؟ ما هي الفائدة المرجوة من هذا؟ أولا، أنها من مسائل العقيدة، لأنها تابعة لليوم الآخر، لأن قيام الساعة هو اليوم الآخر. علامات الساعة أي علامات قيام الساعة، علامات اليوم الآخر، وبالتالي هي داخلة في العقيدة. ولهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتفقه في هذه العلامات، ويسأل عنها أهل العلم الثقات الذين يميزون الروايات ويعرفون العقائد الصحيحة من العقائد البالية والخرافات والضلالات. فقلنا علامات الساعة الكبرى هذه يجب أن يتفقه فيها وأن تتعلم، لأنها تابعة لليوم الآخر. والدليل على هذا أنها وردت في حديث جبريل. انتبه، وردت في حديث جبريل، نديرك كما ثانوية، في حديث جبريل عليه السلام، لأنه جاء باش يعلم الناس دينهم. قالوا: أخبرني عن الإسلام، وأخبرني عن الإيمان، وأخبرني عن الإحسان، وأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها.
شفت، فجاءت في سياق واحد دليل على أن هذا هو المعنى العام للإسلام، موش نديروا في القصص والأساطير الأولين، هذه تبع العقيدة. ثانيا من الأمور يعني رانا تابعين لماذا البحث فيها، لأنه ظهر أناس يدعون العقلانية ويدعون الفهم الزائد، يشككون في هذه الروايات ويطعنون فيها، وأحسنهم حالا من يؤولها. كان اللي قال لك ما نشوفش لها خلاص، وكان اللي قال لك هذا المسيح الدجال هو الحضارة الغربية، ويأجوج ومأجوج هم الصين واليابان وكوريا وكل حاجة، والدابة هي مش عارف شنو. إذن قلنا إن ما دام ظهروا المشوشون هؤلاء والمكذبون والمضللون، فلا بد على أهل العلم من أهل الثقة وأهل السنة والجماعة وأهل أتباع الوحي أن ينبروا. إيش معنى ينبروا؟ أن يتصدروا لتعليم الناس هذا. والناس الذين يعطلونهم مسؤولون أمام الله يوم القيامة على تعطيل الدعوة الإسلامية إلى الله، لأنهم مثبطون ومن أعوان الشيطان على إخوانهم. فوجود المكذبين، روحوا ردوا على هؤلاء، لا يستطيعون. وكان يريح مع واحد هذا زوج كلمات يبقى حال فمه، لأن الشبهات قوية جدا. لأنه في العلم الشرعي الشبهة أسهل من الدليل. وش نجي فاصل نقول لك ما كاش منها صيام رمضان، هذا كلمة استغرقت مني قاعد تشوف ثانية ونصف، بس حتى أرد على هذه الشبهة يلزم قراءة وعلم وحفظ قرآن وتفسير وغير ذلك. إذا قلنا لوجود أهل الضلالة بيننا وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. ثانيا فائدة دراسة علامات الساعة أيها الإخوة الاستفادة من تفاصيلها، تستفيد من التفاصيل اللي فيها. مثلا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسيح الدجال يخرج من جهة المشرق من بين العراق والشام، ويقول يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ويقول مكتوب على جبهته كاف ثاء راء يقرأها كل مسلم، فهذا الشيء يجعلك تتفقه. ويقول إنه أعور وأنه قصير وجعد وقطط وغير ذلك. ثانيا من معرفة صفات الدجال تعرف عكسها من صفات الله، ولهذا أثبت أهل السنة أن لله عينين تليقان به، فقد قال النبي فإن ربكم ليس بأعور، ومن ليس بأعور فله عينان، ولكن كما نقول الله يدان كلتا يدي ربي يمين كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هذا إثبات صفات الله على الوجه الذي يليق به دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه والعياذ بالله تعالى. أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي على الحقيقة مثلها مثل صفة الاستواء وصفة يعني صفة العلو وصفة الكلام. كذلك معرفة أوقات الصلاة في الدول التي يعني يطول فيها الشتاء أو يطول فيها الصيف أو يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار، لمعرفة تفاصيل العبادات، الصلوات الخمس، رمضان، غير ذلك. إذن شوف دراسة علامات الساعة يهيئ لنا هذا. رقم 3 قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. لا يعلم موعد قيام الساعة إلا رب العزة والجلال. حتى إسرافيل الذي يوكل بالنفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صفحة ما قبل الأخير في سورة الزمر في الأعلى تلقى هذه، يعني كاين نفخة ونفخة، في خلاف هل هناك 3 نفخات، المهم نفختان. حتى إسرافيل معنى باش وقتاش يقول له ربي. ولهذا جاء في وصف إسرافيل عليه السلام أنه يحمل الصور اللي هو البوق، القرن هذاك اللي ينفخ فيه، لأنه كي ينفخ يموت الأحياء، يعود ينفخ يبعث الجميع. قال لك عينيه قاعد ينظر إلى الأعلى وقتاش يقول له ربي أنفخ. قال لك عيناه كأنهما كوكبان دريان. وجاء في بعض الروايات أنه ما يرمشش خلاص، ايش تقول له يرمش كيف يرمش، خاف في ذكر الرمش يقول له ربي أقيم الساعة وبعدين يتخلف عن أمر الله. واضح. ويفعلون ما يؤمرون الملائكة. فتجد سيدنا إسرافيل عليه السلام عيناه كالكوكبين الدريان ينظر إلى السماء. هذا شغله، يستنى وقت يقول له ربي. ما عارفين شحال عنده هو يستنى منذ خلقه الله، لأن هذا هو شغله عليه السلام. إذن قلنا تأتي بغتة، وذكرنا لكم كيفاش تأتي بغتة. قال وإن الرجلين لا ينشران الثوب يتبايعوا فتقوم الساعة تحبس الصفقة، يحمل اللقمة إلى فمه فتقوم الساعة فيتركها، يذهب ليسقي أغنامه ومواشيه فتقوم الساعة. لا تأتيكم إلا بغتة وهي فجأة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب كما قال في سورة النحل. رابعا من فوائد دراسة علامات الساعة الاستعداد بالتوبة. احنا جماعة رانا حضرنا الدروس هذه، ولا اللي راهم يحضروا الجمعات ولا اللي بدأوا يصلي ويستنى الله يبارك فيهم، لازم شوية تضرب فيك آثار هذه الدروس، تتغير شوية، تتحسن،
ما كنتش تصلي تولي تصلي، ما كنتش تحافظ على الصلاة في وقتها تولي تحافظ وقتها، هكذا ما كنتيش يعني تهتمين للصلاة في الوقت، لا تهتمين لبعض التصرفات وبعض السلوكات اللي ذكرناها من علامة الساعة، تولي المرأة والبنت تراقب نفسها، تولي تخشى أن يشملها غضب من الله أو لعنة أو عقابة أو عقوبة أو شيء من هذا القبيل. إذن الاستعداد بالتوبة، وذكرنا لكم البارح أن الله تعالى قد خلق أو فتح بابا للتوبة مسيرة 40 سنة، وفي رواية 70 سنة لا ينغلق حتى تقوم أو تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان يستغل فرصة باب التوبة الذي لا يزال مفتوحا، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فذلك حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فانتظروا إنا منتظرون. إذن انتايا لما تقرأ وتدرس وتسمع وتتبع علامات الساعة وأشراطها، خاصة أن الشيء كما هذا مسجل وكذا تقدر ترجع إليه، فحينئذ هذا يسهل عليك المسألة. خامسا تجنب ما يدل على الذم منها. لما نجي ونشوفوا باللي بعض العلامات الصغرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف تغني على رؤوسهم القينات يخسف بهم، يخسف الله بهم الأرض أو يمسخ بعضهم قردة وخنازير. تعرف ايش معناها أن يكون في بلاد المسلمين حاجة يسموها ملهى ليلي أو كازينو أو أسماء يعني مقرفة، ولكن هذه موجودة ويقصدها أناس ويبذلون فيها أموال، وتكون فيها نساء ويكون فيها مجون واختلاط ورقص وعري، هذا فجور عظيم. إذن يخشى هؤلاء أن تلحقهم سخطة من الله أو لعنة منه أو خسف أو مسخ، فلما تدرس علامة الساعة تقول أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كاش خبر على العيد ولا مزال يا بنا؟ طيب بالنسبة إذا كان غدا عيد إن شاء الله تعالى، هذه مسألة فقهية تثار تحتاج إلى بسط مختصر. حكمها الشرعي إذا صادف أو اتفق يوم العيد سواء فطر أو أضحى، وحصل أكثر من مرة أذكر وقع مع الفطر ومع الأضحى، ما هو الحكم؟ مسألة الالتحاق بالمسجد من أجل صلاة الجمعة. المسألة هذه يا جماعة فيها قولان. القول الأول هو مذهب جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والمالكية ومعهم الإمام ابن حزم، قالوا إنه إذا اتفق يوم العيد مع يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة وخطبة الجمعة لا تسقط بحال، ويجب أن يلتحق بها المسلمون الذين وجبت عليهم الجمعة عادة. وكتعرف عليه يختلف العلماء، مش سهل تتجرأ تقول كيف تخالفون السنة، الرسول يقول هكذا وانت تقول هكذا، ذلك كان فهمك.
ثانيا قال الحنابلة أتباع أحمد بن حنبل رحمه الله من القدماء والمعاصرين، قالوا إن خطبة الجمعة لمن حضر صلاة العيد تسقط عنهم، إن شاء حضر وإن شاء ترك. واضح؟ هذان قولان. لكن ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو حديث ومجموعة من الآثار. فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، صحابي يسأل صحابي، هذا خليفة يسقسي صحابي، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا. قالوا ما صارتش هذه في وقت النبي عليه السلام؟ قالوا صرات. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي وإنا مجمعون، رواه أحمد. بالنسبة لمن لم يصليها من بعد راح نجي واحد المسألة اللي ما صلىهاش في الجمعة ماذا يصلي في البيت. في حديث أبي هريرة قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال، أي صلى بهم العيد، من شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، أي إن الإمام يصلي الجمعة. وعن ابن عمر قال من شاء أن يأتي الجمعة، يعني النبي قالها، فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف، رواه ابن ماجه. كذلك اجتمع يوم فطر وجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبلنا بوجهه وقال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا وإنا مجمعون. كي صلوا مع العيد قال ما يعطيكم الصحة راكم حضرتوا وديتوا الأجر والدعاء الخير وكل شيء، وإحنا راح نديروا الجمعة، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع. إذن ها هنا لماذا اختلف العلماء ما دام الحديث نص على هذا؟ اسمع إلى هذا الأثر. في عهد عثمان بن عفان قال شهدت الجمعة مع عثمان بن عفان فاجتمع، قال اجتمع لكم عيدان، هذا مع عثمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة الراشد، فمن أحب أن ينتظر الجمعة ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له لأصحاب العوالي. الجمهور الفقهاء اللي قالوا ما تسقطش الجمعة، علاه؟ قال لك الحديث صحيح، لكن قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جماعة يسكنوا في الدش ربعات، مثلا احنا في درع بخدام نقولوا عندنا غير مسجد هنا ولا التقوى برك، هذا مكانه بكري كما بكري في وقت فرنسا، يجوا جماعة من معاتقة، يجوا من يحيى موسى، يجوا من معمر، يجوا من تادمايت، يجيو سيدي نعمان تورقة ولاد وارث، فلما يشقاو ويجيو للعيد هل يستناو حتى للجمعة؟ النبي عليه السلام قال شوفوا إذا عبيتوا تستناو استناوها حنا نصليوا الجمعة، وإذا كان راكم حبيتوا ترجعوا لأموالكم أرجعوا ما تصلوش الجمعة اليوم. هذه واحدة، هذا هو سبب الخلاف. ثانيا احنا نقول أن الصحيح هو مذهب الحنابلة لكثرة الأحاديث التي لم تنص على اختصاص أهل العوالي بذلك، ولا سيما أنه في عهد عثمان. لكن كان بعض الناس للأسف ما فهموش الحديث، وأنا أخبرني بعضهم في سنة من السنوات أن بعض إخواننا حاكمين المسجد فلما سمعوا هذا الموضوع صلوا العيد الجمعة جاءوا الناس لقوا الجمع مغلوق، هو النبي قال وإنا مجمعون، كمل الحديث سيدي. ولهذا قال العلماء حتى الجمهور اللي قالوا حتى الحنابلة اللي قالوا تسقط قالوا ولكن يجب على الإمام يعني أو نائبه أن يقيم صلاة الجمعة. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا مجمعون ده الجمعة. ثانيا من أحب أن يحضر العيد والجمعة فمن حقه، ما عندكش حق تعطل الجمعة. ثالثا لما حضر صلاة العيد هي تبقى الجمعة واجبة في حقه باتفاق الفقهاء، وبالتالي لازم تخدم مخك شوية، مش لهالدرجة يولي الإنسان حابس. لازم الإنسان يجتهد، مش يجتهد من رأيه، يرجع إلى كلام الأئمة. أنا رجعت وكتبت تواسي وكل عام نبحثوا، كل عام يزاجون عندي من بداية الإمامة وأنا عندي البحوث وعندي الأحاديث، وبعدين تتعجب من الناس فجأة هكذا يقول لك ما كاينش ولا راك تقول من عندك ولا. إذا قلنا يا جماعة، وخاصة أن الشؤون الدينية على مذهب الإمام مالك يقولون إنه هم لا يأخذون بهذا الأمر، يقولون نرجح أن الجمعة لا تسقط، ولكن هذا أمر فردي. ما جاكش وزير شؤون دينية للدار وقال لك هاي تروح الجمعة بالسيف. وزارة الشؤون الدينية تتكلم على مؤسسة المسجد، لابد أن تقام الجمعة يوم العيد، وإن اتفقت مع العيد فيجب أن يصلي الإمام صلاة الجمعة ليحضرها الناس. انظر إلى هذا الرأي الغالب. إذا إنسان ما صلاش الجمعة قال أنا ما خليني من هنا، قال أنت صلى معنا العيد وقال لك أنا أروح للدار وما نصليش الجمعة اليوم ندير رخصة ولا كذا ولا أني رايح ولا، هل يصلي الظهر أم لا؟ كاين رأي نسب إلى الشذوذ ذكره الإمام بن باز، وروي عن الزبير بن عوام أنه لم يصلي لا الظهر ولا الجمعة. اختش كنت تعمل ظاهر النص سطحيا تقول ما صليتش الجمعة خلاص. لكن الصحيح والذي عليه الاحتياط وعليه جماهير السلف والخلف أن من لم يصلي الجمعة
أخذا بهذه الرخصة فيصليها في بيته ظهرا، يصليها 4 ركعات إذا لم يحضر. واضح؟ إذن ولكن الإمام يجب عليه أن يصلي الجمعة على ما مضى تفصيله سابقا. إذن حتى لا تتسرع في الحكم على اختلاف الفقهاء، وأن لا تحكم على إنسان من أهل الاختصاص والفقه أن تتهمه بمخالفة سنة النبي عمدا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان أمور يسموها علل وحكم وأشياء معقولة المعنى وأشياء تعبدية غير معقولة المعنى. واضح؟ طيب، إذن حتى حكم ولي الأمر له تأثير في هذا. لما يختار أحد الآراء الفقهية لا يلزم بها الناس جميعا، يلزم بها الناحية الحكومية. يعني لو فرض على وزارة الشؤون الدينية تأخذها مثلا زكاة الفطر نقدا، هم يقولوا طاعة ولي الأمر وحكم الحاكم يرفع الخلاف. هو اختار أحد المذاهب الفقهية، أنت في نفسك واحد ما يلزمك، احنا ما يلزمنا حتى واحد بحاجة. ولكن الأمر العام قد يكون من الناحية الرسمية قد يكون تابعا لاختيار الناس اللي هما موكول إليهم. بدليل احنا نستنى يقولوا لنا صوموا، كاين واحد فيكم طلع درك شاف القمر، كش ما شاف واحد فيكم الهلال كي صمتوا رمضان، هاكم تقولوا في رقبتهم. إذن احنا عندنا ثقة في الناس اللي راهم في لجنة الأهلة، فيكون الأمر على ما هو عليه من باب توحيد قلوب المسلمين. طيب، بالنسبة لتنبيهات خاصة بيوم العيد. يوم العيد يوم سرور، وحتى سماه بعض العلماء يوم الجائزة، جائزة للمصلين والقائمين والقانتين والمتصدقين والمحسنين، فينبغي أن يظهر فيه السرور والاستبشار وغير ذلك، ولكن لا يصل إلى درجة المعصية. ولهذا تجد في بعض المظاهر في أيام العيد خاصة تبرج البنات، بعض الناس يتساهلون جدا في تعري البنات وكشف الشعور والاختلاط بالذكور. هذا مخالف لشريعة الله، وهذا أمر لا يرضي الله أبدا. تجي تشري اللبسة تاع العيد، ربما تشريها تقول هاي في الدار وبعدين تخرج بها برا. إذن هذا تبرج وسفور، وهو مخالف لأمر الله. وذكرنا هذا في علامات الساعة يا أخي، قلنا من علامات الساعة نساء كاسيات عاريات، خاصة مع استعمال العطور البارفان ولا استعمال المزينات المكياج. هذا لا يجوز للمرأة أن تتزين خارج بيتها إلا لزوجها، والتي ليس لها زوج لا تتزين يعني من باب أولى. واضح؟ إذن قلنا الأولياء والأزواج مسؤولون أمام الله تعالى على هذه المعاصي والمخالفات الشرعية. ثانيا، العيد يوم سرور، فلا يشرع فيه زيارة المقابر. بعض الناس خاصة في المنطقة وخاصة النساء قبل شروق الشمس تتوجه النسوة زرافات ووحدانا إلى المقابر، وهذا يحدث به فتنة واختلاط وخوف على النساء من هذا، وخاصة لما يروحوا بلباس العيد ويقومون بتوزيع الحلويات هنالك. هذا مخالف للشريعة. اللي عنده ميت رحمه الله يدعي له ويدير الخير باش يلحقه، وكيف فوت العيد يزوره. أما أن نخصص العيد بزيارة المقابر فإنه من البدع المحدثات. من السنة أيضا أيها الإخوة الكرام الاغتسال ليوم العيد، ما ثبت في أثر عن علي بن أبي طالب. سقساه واحد قال له ماذا تقول في الغسل؟ قال الغسل الذي هو الغسل، قال يغتسل إن شئت، قال أريد الغسل الشرعي، فذكر الغسل يوم العيد. الذي يستطيع أن يغتسل صبيحة العيد فليفعل، فإن عجز فيغتسل ليلة العيد استعدادا لعيد الفطر من أجل المبالغة في التنظف. ولباس أحسن ما عنده، إذا عنده جديد أو يلبس جديد، وإذا ما عندش جديد يلبس النظيف المخير اللي يلبسه في المناسبات. هذا من السنة. من السنة أيضا الإنسان إذا قدر يخالف الطريق، كي يجي من هذا الشارع كي يروح من هذا الشارع، وقيل من أجل أن تشهد عليه الملائكة، وقيل ليلقى أكبر عدد ممكن من المسلمين على هذه العبادة. لا رانا في قداش وحدنا. من مقاصد الشريعة الاجتماع والتآلف والتآخي. قال لك باش تلقى أكبر عدد من المسلمين حتى يعني تحييه وتهنئه بمناسبة العيد الفطر، كما كان الصحابة يهنئ بعضهم بعضا كما ذكره ابن حجر في المحامليات. وقاله الإمام أحمد أيضا، كان يقولون تقبل الله منا ومنكم وأحل الله علينا وعليكم، وأي عبارة، وقولوا للناس حسنا، صح عيدك، عيد مربوح، عيد مبروك. العبارات الحسنة كلها مقبولة لأنها أمر معقول المعنى، مش يعني قال فيه نص لا تتحرك عنه، بدليل أن النبي لم ينص على هذا في شيء. واضح؟ كم بقي؟ ايه شحال؟ ودرك شحال مازال الوقت؟ كاين عيد منا حنا نقعدوا نص الليل والله نمشي، الناس قاعدين باركوش خلاص رمضان ويرجعوا للعادات تاعهم، العادات والتقاليد. لا تلفتوا عنا. بالنسبة لصلاة العيد الوقت تاعها
ليبلغ الحاضر منكم الغائب. 7 غير ربع إن شاء الله لحيانا رب العالمين. الشروق راح 6 و5 على بالي تسهروا الليلة وكذا وكان يقضي وكذا، ولكن دير حسابك أنك على الأقل زيد اجتهد، زيد بكر من الفجر وزيد بكر صلاة العيد، والله نروح على جناح للفجر ورياح حتى العيد كما يساعدك. 7 غير ربع 6 و45 دقيقة ماذا بينا المعنيون بالصلاة يأتون. ما حكم حضور النساء صلاة العيد؟ الصحيح أن صلاة العيد واجبة على النساء، تخيل حتى على اللواتي لا يصلين. 7 غير ربع غير موا قلت تجي 7 وربع تلقانا نقول لك صح عيدك، ما تلومناش كساعد نقول 7 غير ربع. فالنساء هذا ما تفترق به الجمعة عن العيد، فالجمعة للنساء يجوز حضورهن، أما العيد فيجب، لأن النبي عليه السلام أمر بإخراج النساء اللواتي لا يصلين ليشهدن العيد ودعوة المسلمين. أما اللي ما تقدرش ولا ما عندهاش من تخلي الأولاد فهي معذورة في ذلك. طيب قلت في آخر ذلك أنا أتوجه بالشكر لكل الحضور عن قريب وعن بعيد في التسجيل المباشر والحضور في مسجدنا. طيب أنا أشكر كثيرا المتصدقين والمتصدقات اللي راهم يوفروا في المياه. شفنا بعض الناس طيبين يجيبوا الماء، يجيبوا المأكولات تاع الفطر، يجيبوا يعطيهم الصحة، ونساء ثاني يتصدقوا ويطيبوا، كاين اللي يشري الحوايج بدراهم وكاين اللي مد دراهم قال لك شو بهم تمر ولا شو الماء ولا اللبن كما كان الأعوام اللي فاتوا. كذلك نشكر إخواننا اللي يجيونا يعني زائرون يجيو من كل بلاصة، يعني الله يبارك، يجيو من ناصرية، من برج منايل، من سيد داود، من بغلية، من سيدي نعمان، من أي تعريف، من عتقام، تيزي وزو، من بوخالفة، واللي ما ذكرناهمش يسمحونا، وما هنا يعني كثر خيرهم بارك الله فيهم على حسن ظنهم بإخوانهم. كذلك أنا لفت انتباهي حضور ملفت للشباب والبنات، يعني وشفنا حتى تلاميذنا تاع المؤسسات التربوية ما رطوا حتى ليلة ويحضروا مع الأوائل، وهذا شيء مشرف جدا، وهذه حاجة لم تكن مألوفة فيما مضى، وهذا نرجو منه الخير، مع أنهم عندهم انشغالات وراهم مقبلون على الامتحانات ربي ينجحهم، ولكنهم يعني لم يتركوا ولم يغادروا صلاة التراويح ودعاء المؤمنين وحضور الدروس. تشكرات أخرى للمستشفيات المجاورة، الكارديو، مستشفى مرض القلب اللي راهم يدور في حملات تبرع بالدم، مستشفى السرطان عافاكم الله جميعا، كذلك الكشافة الإسلامية اللي نسق معها في هذا المجال، الهلال الأحمر الجزائري، مائدة رمضان شرفونا ونحن نفتخر بهم، كذلك جمعية السيرام، والمحسنون الذين دعموا هؤلاء، لأنه إحنا لازم الدعم درك الإسلام هذا كل واحد كيفاش يخدمه، واحد براسه بمخه، واحد بلسانه، واحد بالبنيان، واحد بالصوارد، واحد بالأوراق، واحد بالوظيفة تاعه، كل واحد كيفاش ينصر الإسلام، ولو بدعوة الخير. نساء مثل العجائز تدعي دعوة خير للمسلمين، هذا تساهم به، ولا شك أنها مشكورة على هذا، فهذا من التعاون على البر والتقوى. أنا أشكر الجميع وأخشى أني نسيت، ولكن إن لم نكن نعلمهم فإن الله يعلمهم. زيد دايا خلاص، فقط كاين تتم في التكريم، نكرموا أحسن مؤذن في الكون. واحد التعليقات قال لك أحسن مؤذن في الكرة الأرضية حاج مصطفى راح لي، أروح عبد الله مدل عمك الجائزة، أروح اجي تسفقوش باش تخرج كي عمك، ما نعرف على حساب الله كذلك سعيد وربح وعزيز اللي راهم يخدموا في المسجد في التنظيف وكذا، المفروض عندهم تكريم، اللي راهم قراب يقدموا، اللي راهم يشتغلوا. السعيد وراه كان هنا، وراه عزيز وربح، شكيت ربح راه راقد في مول الديوان، هيا عثمان يعطي له جايزة. خلاص عزيزة وجاي يروح يا حسرة ما جي توصل حتى يلحق العيد الكبير. أي مجيد مشقى نعطي له الجايزة. خلاص هذا مكان ربح يستاهل هكذا. خلاص عيد إن شاء الله، مش نفسين وجد راح نصلي 11 ركعة ولا عند بالك روبو شعل ويشعل، على بالك بعض الناس عند بالهم بلي راك خلاع ولا إمامها وحافظ شعل القفلة يبدأ يعني الحمد لله رب العالمين. صح عيدكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزوا
ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.